الشغال تمشي لكاريكا، يمشي كاريكا مع وجدي والمساحه معاه، يمشي كاريكا، ينطلق كاريكا، يتقدم كاريكا، يمر كاريكا، لكن وجدي يجري بذكاء، وجدي بذكاء ياخذها 10 على 10. بشار الحكم يبدو اشار الى ركله جزاء، ركله جزاء لكاريكا على المدافع وجدي عبود. صراع سرعات كان لكاريكا، احتجاج من لاعبي سيد الاتيام مع الحكم الدولي معتز عبد الباسط. اذا هذه ورقه لابد ان تخرج ورقه. كاريكا ركله جزاء ثانيه، بطاقه تخرج. ركله جزاء واحتجاج لازم متواصل من لاعبي سيد الاتيام. ركله جزاء ثانيه لكاريكا، الاولى سبب فيها فتحي ابراهيم والثانيه سبب فيها وجدي عبود. والاحتياج لازم متواصل من حداثه، حتى اللاعبين داخل الميدان احتجوا مع الحكم الدولي معتز عبد الباسط. ركله جزاء للهلال، سنشاهد كاريكا هذه الانطلاقه في الاعاده الافاده، وركله جزاء ركله جزاء لكاريكا، ركله جزاء لكاريكا الاعاده فيها الافاده. حكم اشار الى ركله جزاء. تقدم كاريكا نفسه، كاريكا يتقدم وهدف ثاني، هدف ثاني للهلال بتوقيع مدثر كاريكا. نعم، في المرة الأولى اختار الزاوية اليسرى، وفي المرة الثانية اختار الزاوية اليمنى. هدف في كل زاوية، والهلال يتقدم بهدفين نظيفين من علامة الجزاء لنفس اللاعب كاريكا، وهو اللاعب يتسبب في ركلتي الجزاء أيضا مع مدافعي الأهلي والمدني، وبالتالي تصبح النتيجة 2-0 للهلال. 2-0 للهلال. يتساوى كاريكا مع بيشا، وايضا مع التراوري ومع اوكرا ومهند الطاهر، كلهم بهدفين ايمن بين ايزيكيل الغاني مهاجم الامل عبد براوي يجلس على صداره الهدافين برصيد 4 أهداف.